السلام عليكم. النهاردة هكلمكم عن موضوع مهم جدا، هو الكبر أو التكبر. التكبر مش معناه ان انت شايف نفسك احسن من حد معين او من مجموعة معينة من الناس. التكبر كمان بيشمل العناد، يعني انت تعرف ان انت غلطان ورغم ذلك تتكبر ان انت تعترف ان انت غلطان، تتكبر تعترف ان انت كنت فاهم غلط او ان انت كنت غلط. فالتكبر في حد ذاته طبعا هو من صفات الشيطان، هو من صفات إبليس. وهتبدأ القصة لما الله سبحانه وتعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. طبعا الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، وإحنا قاعدين بنسبح بحمدك ونقدس لك. فربنا رد عليهم وقال لهم أنا أعلم ما لا تعلمون. والواضح طبعا من الكلام إن كان على الأرض أجناس أفسدوا في الأرض، عشان كده الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فواضح إن كان عندهم خبرة، والله أعلم طبعا. وبعد كده الله سبحانه وتعالى علم آدم كل الأسماء، يعني علم آدم كل حاجة اسمها إيه. يعني ده بحر، ده جبل، علم كل حاجة. وطبعا الإنسان ربنا خلقه ليه قدرة على التعلم. ثم ربنا سبحانه وتعالى عرض الأشياء دي على الملائكة وقال لهم انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. طبعا الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ربنا قال لآدم أنبئهم بأسمائهم. فطبعا لما آدم أنبأهم بأسمائهم، طبعا ربنا قال أنا بعرف غيب السماوات والأرض، وبعرف اللي انتوا بتكتموه واللي انتوا بتعلنوه. وطبعا ربنا أمر الملائكة، وكان معهم إبليس، وإبليس من الجن ليس من الملائكة. قال لهم اسجدوا لآدم. فطبعا كلهم سجدوا لآدم. وطبعا ده سجود ليس عبادة ولكنه سجود يعني تحية. فإبليس أبى ورفض إن هو يعني يسجد لآدم. فلما ربنا سأله انت ليه ما سجدتش لآدم، قال ان انا مخلوق من النار وهو مخلوق من الطين فانا افضل منه. معلومة ان ابليس من الجن دي مش من دماغي، دي موجودة ومذكورة في القرآن الكريم يعني. فبعد كده ربنا سبحانه وتعالى اسكن ادم وزوجته الجنة، وقال لهم كلوا من اي حتة فيها ومن كل حاجة فيها ما عدا شجرة معينة. فطبعا الشيطان وسوس ليهم وقال لهم ان ربنا منعكم ان انتوا تاكلوا من الشجرة دي، عشان لو كلتوا منها هتبقوا ملايكة، او هتفضلوا عايشين في الجنة على طول ومش هتخرجوا منها ابدا. واقسم ليهم ان هو من الناصحين ليهم. فطبعا كلوا من الشجرة وبقت لهم سوءتهم، وادركوا ان هم اخطأوا. فطبعا لما ادركوا كده ربنا سألهم انتوا ليه عملتوا كده؟ مش انا قلتلكوا ان الشجرة دي ما تاكلوش منها وان الشيطان عدو لكم؟ فطبعا آدم وزوجته تابوا لربنا سبحانه وتعالى، وربنا تقبل توبتهم. ولكن قال لهم هتنزلوا على الأرض، هتنزلوا على الأرض هتبقى فيها حياتكم، والإنسان والشيطان هيبقوا أعداء إلى يوم الدين اللي هو يوم القيامة. وطبعا الشيطان لما عصى أمر ربنا في الأول ومرضاش يسجد لآدم، ربنا لعنه وقال له أنت مطرود من الجنة. فالشيطان قال لربنا انظرني إلى يوم يبعثون، يعني خليني حي إلى يوم القيامة عشان أفتن بني آدم وأخليهم ما يطعقش زي ما أنا
عملت هحاول افتنهم بكل الطرق وبكل الوسائل، سواء بالمال او بالاولاد او ان انا اطمعهم في حاجات وامنيهم اماني كاذبة. نتعلم من القصة دي ان الشيطان اتكبر وقال انا مخلوق من نار. طيب ما مين اللي اداك الامر اللي اداهولك هو الله سبحانه وتعالى. فانت لما هتسجد لآدم سجود تحية فانت بتطيع ربنا، مش بتطيع آدم، لان الامر من خلال الله سبحانه وتعالى. ده رقم واحد. طيب هو ما قطعش الله سبحانه وتعالى وتكبر، كان ممكن بعد كده لما ربنا يقوله يطرده من الجنة ويقوله ان انت ملعون، كان ممكن يستغفر ربنا ويتوب. بس هو تكبر اكتر وعاند. فيعني هو تكبر في الاول وغلط، وتكبر تاني لما هو رفض ان هو يتوب واصر على تكبره وان هو مش غلطان. فبالتالي هو اصبح ملعون ليوم الدين ومصيره جهنم وبئس القرار. ده يعلمنا ان انت ما تتكبرش وما تقولش مين احسن مني او انا احسن من مين، لان ربنا قال سبحانه وتعالى في آية في القرآن الكريم ان احسن الناس هو اتقى الناس. فهو اكتر قربا من الله سبحانه وتعالى، اكتر واحد فينا تقي، اكتر واحد فينا بيراعي ربنا في كل حاجة. هو ده افضل انسان، مش اغنى واحد ولا اجمل واحد ولا اكتر واحد فهلوي وبيعرف ياكلها ولعة وبيلعب بالبيضة والحجر. لا، اكتر واحد بيتقي الله في كل شيء. فبالتالي انت مش هتدخل في قلوب الناس وفي اعمالهم عشان تعرف مين احسن من مين او انت احسن من مين. وبعدين انت لما بتتكبر على حد دخل الله، هل انت تعلم داخليات حياته؟ هل انت تعلم هو مكانته عند ربنا عاملة ازاي؟ فبتتكبر على اساس ايه؟ حاجة تانية، لما تعرف ان انت غلطان في موقف معين او تتكلم على حد بطريقة وحشة عشان حد نقلك عليه كلام وانت رحت صدقت كلامه من غير ما تتحقق ولا تسأل الشخص ده، وبدأت تتكلم عليه وحش وتردد الاشاعات اللي انت سمعتها، وبعد كده تكتشف ان انت كنت غلطان وان كل الكلام ده كده. ما تتكبرش بقى بعد ما تغلط، لازم تصلح غلطك. ما تعملش زي الشيطان، بعد ما غلط كان ممكن يتوب، لا هو أصر على العناد وأصر على التكبر عشان ما يطلعش نفسه غلطان. ففكرة ان اي واحد فينا يعرف ان هو غلطان ويستمر على كلامه علشان ما يبينش ان هو غلطان وما يعترفش ان هو غلطان، دي من صفات الشيطان. لازم نعترف بالخطأ، لان احنا لو اعترفنا بالخطأ دي بداية التوبة، ان احنا نتوب لربنا ونقول ان احنا مش هنعمل كده تاني. اما نتكبر وما نعترفش ان احنا غلطانين ونصر على عنادنا، فده من صفات الشيطان. احنا مفروض نعمل زي ابونا ادم مش زي الشيطان. يعني فين العقل؟ فين العقل؟ وياريت يا جماعة مفيش حد يتكبر على حد وياخد باله، ولما يجي يتكبر كده او يحس نفسه ان هو احسن من حد معين يبدأ كده يفتكر قصة سيدنا آدم وقصة الشيطان وقصة إبليس، ويشوف هو هيعمل زي مين، هيقلد مين. ده غير كده وكده ان كمان الدنيا دوارة، يعني اللي انت عملته النهاردة هيتردلك بكرة، لان ربنا عادل فهيتردلك في الدنيا وفي الآخرة. اي حاجة انت عملتها دلوقتي هيتتردلك، سواء فيك او في اي حد انت بتحبه جدا، ابنك، بنتك، حد عزيز عليك جدا. فالدنيا دوارة، فاللي انت هتعمله دلوقتي هيتردلك بكرة. بس وزي ما بتحب الناس تعاملك انت عامل الناس، فما تقولش اصل ده بيتكلم ازاي ولا ده شكله ازاي ولا انا معايا فلوس اكتر منه، او مثلا واحد بتكرهه فبدأت تطلع عليه اشاعات وتنشرها بين الناس وتحلف ان انت بتقول الحق وانت اصلا قاعد بتكذب وبتشوه في سمعته. ربنا هيحاسبك وكل ده هيتردلك في الدنيا وفي الاخرة، لو مش من الشخص نفسه، لان ممكن يكون الشخص اللي انت بتشوهه ده حد محترم ومش هينزل لهذا المستوى ومش هيفتري على حد لانه بيتقي الله. ربنا هيردهولك مع ناس تانية زيك بتفتري وما بتخافش من ربنا وبتكذب وبتنشر اشاعات وبتفتري على الناس عادي وما عندهاش مشكلة خالص.
فلان ربنا بيضرب الظالمين بالظالمين، يعني اي حد ظالم وشرير هتلاقي في حد اشر منه بيقهره، زي ما هو عمل مع الانسان اللي ما عملوش حاجة، لمجرد ان هو بيغير منه فعايز يشوهه. وطبعا ربنا يهدي الكل. بس ما تنسوش ان انت كما تدين تدان، وان الدنيا قصيرة، وايه المكاسب اللي انت ممكن تاخدها يعني. تقول للناس في المكان مثلا لو انت في الكلية ان انا احسن من ده، لو حد معجب بيه او شايفه انه انسان كويس هتكسب ايه؟ عدد اصدقاء اكتر هتبعدهم عنه. لو انت في شغل هتكسب ايه؟ ان انت اشطر منه، ان انت احسن منه، تكره الناس فيه، ما تخلوش يترقى، تخليه مثلا يسيب الشغل. يعني ايه اكتر مكسب هتكسبه؟ ربنا مش ظلام للعبيد، وربنا هيجازيك في دنيتك واخرتك، يعني كل عمل انت بتعمله هيحصل لك. فاتقوا الله بس. السلام عليكم.